إعادة تدوير فيديو جديد ولقاء جديد، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة الفكرة بتاعتنا على استخدام الزيت المستعمل. طبعا احنا قبل كده عملنا منه الصابون البلدي. طبعا انت عادي بتعملي الصابون من اي زيت، لكن انا لما عملته من زيت السمك. انا بحتفظ بيه زي ما انتوا شايفين كده كميات كبيرة، سواء اني انا بحتفظ بيه بعد ما اقلي منه السمك، او بحتفظ بيه لو يعني قليت فيه قلية عادية بانيه او بطاطس او كده. بستخدمه وبشيله في ازايز زي ما انتوا شايفين كده. والنهارده بقى انا يعني مش هعمل منه صابون، انا هسيب لك لقطات من صناعة الصابون، ولكن هتشوفين انا هعمل منه فكرة ايه النهارده. دلوقتي حبايبي انا بسيبكم مع بعض اللقطات ان انا صنعت صابون الغسيل او الصابون البلدي زي ما بيقولوه من الزيت المستعمل. طبعا انا زي ما انت شايفه كده اداكي كميه حلوه من الصابون، ولكن انا احب قوي اني الفت نظرك لبعض الحاجات. اولا انت لما تيجي تصنعي الصابون لازم تستخدمي اناء بلاستيك علشان ما يتاثرش الاناء الالومنيوم او الاناء المعدن بالصودا الكاويه اللي انت تستخدميها، لان هي من احد مكونات الصابون اللي تصنعيه. الحاجه التانية ان انت لما تيجي تحطي الصابون دون في اناء علشان يبتدي تسيبيه ينشف، برضو لازم يكون الاناء ما هواش ألمونيوم او معدن، لازم يكون الاناء بلاستيك او خشب. انا فضلت ان انا اعمل صندوق خشب، فرشت فيه جزء من البلاستيك علشان ابتدي احط فيه العجينة بتاعتي. ولما بدأت ان هي تشد يعني تنشف شوية، بدأت اقطعها، وهتبدأي بقى تفردي القطع دي لما تبدأ تنشف شوية منك. طبعا انا هسيب لك الرابط بتاع الفيديو الاصلي في صندوق الوصف بتاع الفيديو الحالي، وهتشوفي انت ازاي صنعنا. اما الكميه اللي اديها لي فهي كميه مناسبه، وبصراحه استفدت من الزيت المستعمل. يلا بينا بقى علشان نشوف الغرض اللي انا النهارده عايزه اوريهولك، وعايزه اقولك ازاي تستخدمي الزيت المستعمل في فكره جميله جدا جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي. كتير لما بنيجي ننضف البوتاجازات، شايفين بوتاجازي، انا اسفه طبعا على المنظر، لان انا بوتاجازي كنت طبعا سايباه فتره كبيره جدا لما كانت دراعي متركب له ايد، وكانت يعني اللي هي الكبيره الصناعيه دي، وما كنتش طبعا باجي جنبه قولي لمده مثلا شهر ونص كده او شهرين، وطبعا كانت بهدله جامد جامد على البوتاجاز. المهم انا لما بقى جيت عشان انضف بوتاجازي، شفت المنظر اللي انتي شايفاه ده، منظر كئيب جدا طبعا. طبعا بقى بدأت اخد الزيت اللي هو زيت الآلية، زي ما احنا قلنا، سواء الزيت اللي هو طالع من آلية بانيه او زيت السمك. انا بصراحة انا استخدمت زيت السمك، ما اكدبش يعني، بس انا حطيت عليه شوية ريحة، شوية كان عندي زيوت عطرية حطيت عليه سنة علشان برضو وانا شغالة ما يبقاش طبعا ريحته ايه زفارة ولا حاجة. وبدأت أحطه على البوتاجاز. أول حاجة يعني عملتها بدأت أحطه على البوتاجاز زي ما انتوا شفتوا كده، وأنا برضو بكرر اعتذاري على المنظر السخيف جدا والصعب اللي البوتاجاز كان واصل ليه، ولكن والله يا جماعة كانت عندي ظروف قاسية جدا، لأني كنت وقعت على دراعي. وطبعا انتوا عارفين بقى طالما يعني في حاجة عندك في جسمك مفيش شغل خالص، والإيد الشمال مش هتقدري تعملي بيها شغل، وهو كان المشكلة في اليمين. انت بقى بتبداي ايه يعني، يعني افضل ان انت تسخني البوتاجاز سنه قبل ما تعملي الشغلانه دي، لان انت لما تبداي تحطي الزيت على البوتاجاز هيبقى دافي شويه. يبدا بقى يطلع معاكي، انا ببتدي احكه كده بالسلكه زي ما انتم شايفين، بيطلع بمنتهى السهوله. دي كانت اول خطوه ان انا اعملها، كنتش مصدقه نفسي خالص ان هو هيديني النتيجه الجميله اللي انتم شفتوها قدامكم دي. بستمر بقى في عملية تنظيف البوتاجاز زي ما انا قايله لك يعني بالزيت. وبصراحة والله محدش هيصدق ان دون هو زيت السمك وزيت آلية السمك اللي هو احنا بنرميه.
كمان انت ممكن تستخدمي معاه شوية منظف سائل تحطيه عليه بعد ما تكوني سيحتي كل الدهون، او تحطي مثلا جزء من صابون، عندك صابون سائل او عندك معجون صابون هتحطيه معاه علشان يبتدي يعمل لك تأثير كويس على البوتاجاز. والله العظيم يا جماعة انا ما كنتش مصدقة نفسي اصلا وانا بعمل الوصفة دي. نكمل برضو مع بعض حتة تانية. الزيت، هتحطي الزيت على الصابون اللي انت عاملاه او صابون سائل برضو عادي شغال يعني. طيب بصي هنا المنظر اهو. هاخد برضو شوية كده، انا هاخد من الارضية دي علشان انا هدلقهم هنا وهاخد منهم عشان الازاز اهو كده. هعمل الازاز. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة مطلع لك الحاجة ازاي. بصوا يا جماعة قماشة كده، لو جبت القماشة بصوا المنظر، لسه ما غسلناش بايه بصابون ولا حاجه. شايفه من هنا ودي الاساس اهي. بصي المنظر اهي، لسه ما عملناش بصابون ولا اي حاجه. يعني هنا استخدامك للزيت زيت السمك، قلية السمك اهي. بصوا زيت قلية السمك زي ما انت شايفاني شغاله كده اهو. اوعي ترميه تاني، يطلع لك هينضف لك. وما تقلقيش خالص ان تقولي زيت. بعد ما تخلصي كل ده تبداي تحطي شويه منظف بقى عادي خالص، مفيش مشكله. تمام. بصوا يا جماعه الحمد لله، اشكر ربنا. طبعا انا ما كنتش اقدر اشتغل بايدي خالص لان كانت الايد اليمين. انا بحمد ربنا ان انا وصلت للمرحله دي. بصوا يا جماعه اهو، ادي المنظر انت شايفه كده اهو. بقى انا المنطقه كلها، وبعد كده تشوفي منظر البوتاجاز هيبقى عامل ازاي. شايفين؟ يا ريت كلنا نجربها يعني. انا عملت قدامك اهو. انا بقى هنا بدات اخلص معظم البوتاجاز خلاص الحمد لله، وخلاص هيبقى على التنظيف الاخير اللي هي التصبينه الاخيره اهو. كل البوتاجاز كده خلاص يعتبر خلص، فاضل على التصبينه الاخيره الحمد لله. الحمد لله انا خلصت كده بوتاجازي، خلصت تنظيفه النهارده. وزي ما انتوا شفتوا كده قدامكم، انا كل اللي استخدمته هو الزيت المستعمل، واستخدمت معاه شويه صابون بعد ما سيحت كل الدهون بالزيت. وخدي بالك انه زي ما احنا قلنا، شايفه النظافه الاول، شايفه النظافه والجمال، وشايفه سطح البوتاجاز بقى عامل ازاي. صدقيني هي طريقه جميله جدا وهتعجبك. مش هترمي الزيت المستعمل ابدا تاني، وهتفضلي تستخدميه زي ما انا قلتلك في الطريقه دي. سواء عندك اي حاجه في البيت عليها دهون هتعمليها بالمنظر ده. زي ما انت شفتي معايا وشفتي الخطوات، شايفه النظافه بتاعته وصلت ازاي. صدقيني انا ما غرمتش اي حاجه غير شويه الزيت. وزي ما انا بقول انه الزيت ده كنز في البيت. يعني انا قبل كده عملت منه الصابون، والمرة دي نضفت منه البوتاجاز. يا ريت تكون الفكرة وصلت وتكون عجبتكم، وبصراحة يعني نستفيد كلنا من الافكار اللي موجودة في البيت. طبعا يا جماعة أنا بكرر الاعتذار على الشكل الصعب اللي كان فيه البوتاجاز الأول، ولكن والله هي كانت ظروف، أنا ما كنتش سايباه قصد. هي جت صدفة كده علشان طبعا كنت تعبانة وكنتش أقدر إن أنا أعمل حاجة. لكن الحمد لله إن برضو ربنا قدر الظروف دي علشان أقدر أوصل الفكرة إنه لو أنا عندي زيت آلية سمك أو زيت مستعمل، إن ممكن إن أنا أستخدمه في إيه. بتمنى ان الفكرة تعجبكم وتستفيدوا منها، والكل يطبقها، سواء عنده مثلا بوتاجاز عليه دهون او اي منطقة عليها دهون، جوانب مطبخ او اي حاجة، ممكن تستخدمي الزيت الآلية بدل ما نرميه. وزي ما احنا شايفين الناس بيلفوا في الشارع ويقول لك انا بشتري الزيت الكيلو ب25 جنيه. بصراحة انا ولا 100 جنيه ادفع في يعني اخد فيه 100 جنيه. لانه احنا بنستخدمه في حاجات كتير. وزي ما انا قلت عملت منه قبل كده الصابون. ممكن تعملي صابون، مش عايزة تعمليه قطع اعمليه معجون. ممكن تستخدميه زي ما قلنا في تنظيف الدهون من على الاجزاء اللي في المطبخ عندك، سواء البوتاجاز او المطبخ. بتمنى الفيديو يعجبكم، ما كنتش طولت عليكم.
ولو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي يا ريت تنزل تشوف محتوايا ايه، ولو عجبك القناة اشترك فيها، وما تنساش تفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وان شاء الله على وعد مني بلقاء جديد وافكار جديدة، واستنوني بافكار دايما مفيدة لينا جميعا، والى اللقاء.